انتوا مع او ضد ان الواحد يتفاوض على تايتل احسن وهو بيقدم على شركه جديده؟ خليني اقول لكم رايي بخبرتي كهايرنج مانجر. كل تايتل مرتبط بجريد وكل جريد مرتبط برينج، فالتايتل لوحده من غير زياده في المرتب كانك خدت مسؤوليات اكبر ببلاش. ساعتها انا ضد الكلام ده طبعا، وده يجيبنا لاهم نقطه: التايتلز مش ثابته وبتختلف من شركه للتانيه. يعني مثلا ممكن تكون دايركتور في شركه صغيره وتروح شركة أكبر تلاقي الدايركتور هناك عنده مسؤوليات قد مسؤولياتك 5-6 مرات، والبادجت والسكوب بتاعه أكبر بكتير، والوصول ليه أصعب بكتير. ساعتها لما يعرضوا عليك تايتل أقل ما تستغربش، وده مش تقليل منك لأن تعريف التايتل نفسه مختلف عنده. عشان كده نصيحتي ما تتفوتش على التايتل بس من غير الريسبونسبيلتيز والسالري انكريس. ركز على مجهودك إنك توصل لمرتب أعلى في نفس الجوب ديسكريبشن اللي انت فيه. قولوا لي رأيكم في موضوع التايتلز ده لأنه معقد جدا، وهل ممكن تقبلوا بتايتل أقل في شركة أكبر حتى لو مرتب أعلى؟